جلس الأب، استيقظ شيخ كبير يطلب الماء، فقام ولده من النوم وذهب يأتي إليه بالماء. رجل كبير، أحد لما يكبر خلص. لما وصل إليه وجده نائما، قال ماذا أصنع؟ أوقظه؟ لا والله، خليه نايم. أرجع أنا أرد الإناء مال الماء، أخاف يستيقظ والدي وما يشوفني موجود عنده. لا، خليني أنا، دعني أقف على رأس أبي إلى الصباح. فوقف يحمل الماء إلى الصباح ورب العالمين يراه من العرش. فلما استيقظ الأب رأى ولده واقفا على رأسه. قال ولدي أنت من زمان واقف؟ قال نعم يا أبا، أنا ما أحببت أن أنغص عليك نومك، أحببت أن أقف وأكون بخدمتك. فدعا له بالتوفيق، ودعاء الأب مستجاب ودعاء الأم مستجاب. مرت الأيام، وإذا هذا الولد يعمل في التجارة وينجح، فجاءت سفن أسطول ومرت بالتجار وبسرعة باعوا كل ما لديهم، إلا هذا الولد جاء ليفتح المخازن، يحتاج إلى مفتاح، وجد المفتاح تحت رأس أبيه، وهذا الأب نفسه نايم. فقال والله ما أستخرج المفتاح من تحت رأس أبي، لو بضاعتي كلها تتكدس، أنا ما أنغص عليه نومته، أحترمه وأخليه. الأسطول والتجار بسرعة يشترون هذه البضاعات، فإجوا عنده قالوا له يا فلان أنت سمعنا عندك بضاعات. قال أنا عندي، لكن المفتاح الآن ما موجود عندي. حصل المفتاح؟ قال ما عليكم، مش مهم، ليس مهما. وبالفعل الأسطول أخذ التجارة وذهب سافر، والأب بعد ساعات استيقظ فسأل ولده، قال بني بعت تجارتك وبضاعتك؟ قال يا أبا المفتاح المخازن كان تحت رأسك، أنت وضعته تحت رأسك ونمت عليه، فأنا ما أحببت أن أوقظك. قال ما أحببت يا ابني، كيف تركتني نائما وهؤلاء ذهبوا؟ قال والله يا والدي إن لحظة واحدة من سرورك وراحتك تعدل الدنيا وما فيها عندي. قام هذا الوالد يبكي ويطلب من الله أن يعوض الولد. قال له بني أنا طلبت من الله أن يعوضك، لكن الآن عندي شيء أمامي سأهبه لك. قال ما هو؟ قال عندي بقرة تضع فصيلها أو ولدها أو خشفها تضعه غدا، وهذه البقرة ما تضع لك، أنا راح أعطيك. فوضعت بقر، هي البقرة وضعت بقرة أنثى لونها أصفر حلوة. الأب قال ابني هذه إلك، وأسأل الله أن يجعل لك فيها الخير الكثير ويعوضك. أخذ البقرة عنده رباها. مشت الأيام، مجت الأيام، وإذا تصير حادثة مقتل السبط من الأسباط في بني إسرائيل. موسى التفت إلى بني إسرائيل قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا أتتخذنا هزوا، تضحك علينا؟ شوف اليهود شلون. قال أعوذ بالله أن أكون من، ليش أضحك عليكم؟ هذا رب العالمين يقول هكذا. بدأت طلباته، اسأل ربك، اسأل. شوف الكلام أيضا، قل له ما لونها، ما مواصفاتها. قال لهم بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، مسلمة لا شية فيها. لكن قبلها كان أي بقرة يذبحوها الله يقبلها منه. ردوا مرة ثانية عليه، قال له البقر كثر علينا، تكاثر وتشابه البقر علينا، فاسأل رب العالمين لونها ما لونها. هنا لما شددوا على أنفسهم الله شدد عليهم، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها
ليس صفراء مثل بقية البقر، لا فاقع لونها تسر الناظرين. وين نحصلها؟ قال أنا ما أدري. موسى قال لهم أنا ما عندي علم، أنتوا طلبتوا وأنا أسأل رب العالمين. الآن جاكم، ما يصير الله يقول بقرة صفراء فاقع لونها وما إلها وجود. الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. إذا الله قال بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين معناه موجودة، ابحثوا عنها. بحثوا هنا وجدوا البقرة عند هذا الشاب. قالوا هذه البقرة اللي احنا نبحث عنها. الآن البقرة كم سعرها؟ شو المسألة؟ 10 دنانير، 20 دينار، 100 دينار. قال أنتم تريدونها لماذا؟ قالوا عندنا مصيبة، مشكلة، مقتل واحد من عندنا ونريد نكتشف، وهاي البقرة نذبحها، فالله سبحانه وتعالى يقول إذا تذبحوها أنا أكتشف القاتل. قال عجيب، إذا المسألة بهذا الشكل أنا ما أبيع البقرة. ليش؟ قال ما أبيع. أنتم عندكم مشكلة، تحلون المشكلة بهاي البقرة هذه وتشتروها مني ب10 دنانير. أنا أرفع قضيتي إلى موسى. قالوا لا أرفع قضيتك، صعدها ب20 30 دينار. قال روحوا 30 دينار، ما دام موسى قال لكم هذا اللون روحوا دبروا لون آخر. قالوا ما يقبل إلا هذا اللون. قال يمكن بقرة ثانية موجودة. قالوا ما حصلنا، هذه فلسطين قلبناها ظهرا لبطن، ما خلينا بقرة ما شفناها إلا هذه البقرة اللي عندك. قال الحمد لله كمشتكم الآن، شو خلصكم من عندي. اجى إلى موسى قال له سيدي يا رسول الله البقرة هذه. موسى قال شدد عليهم، إنهم شددوا على أنفسهم، لا تقبل منهم لا ب100 دينار ولا ب1000 ولا ب10,000. موسى يقول له. قال كيف يا رسول الله يا نبي الله؟ قال الله يقول لك من لساني أنا كليم الله، فالله أوحى لي أني أخبرك أنت أنك تأمرهم السعر، سعر هذه البقرة أن يملأوا جلدها ذهبا خالصا. سعرها يملؤون جلدها ذهب أصفر خالص. وإذا ما وافقوا قلهم يرحون، لا يوافقوا. اجى عليهم قالوا لها صعد السعر 40 دينار 50. قالوا لا. قال أي 50؟ قالوا 100. قال أي 100؟ 1000 10,000. صاروا يرحون. قال اسمعوا أنا أريحكم، هذه البقرة تملؤون جلدها ذهبا إبريزا خالصا. نملأ جلدها ذهب؟ لا عم احنا ما نشتري. قال روحوا لا تشتروها، انا باعث عليكم خط كتاب، شو لكم شغل، يلا امشوا. راحوا بحثوا ودوروا، رجعوا الى موسى. موسى قال هالمواصفات اذا ما تحصلوها البقية تبقى والمشكلة قائمة. رجعوا عليه مرة ثانية قالوا له طيب ما يخالف احنا وافقنا، يلا تعال نذبحها. قال لا 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 لا، انا اعرفكم انتم غدارة، لازم تحضرون الذهب تجيبوه بجلد ثور وتخلوه امامي، وبعدين اعطيكم البقرة للذبح، والا بعدين تذبحوها وما تعطوني الذهب. قال والله معقولة، انت تعرف اخلاقنا احنا يهود صحيح مبين علينا. فراحوا جابوا الذهب وملأوا الجلد، هذا جلد الثور، وجابوه اعطوه اياه. استلم الذهب كله وضعه في المخزن وقفل المخزن، وسأل موسى قال سيدي اعطوني. قال لا ضير عليك، الان جيب البقرة. جاب البقرة ذبحوها، وبذيلها ضرب هذا القتيل بذيلها، قلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. تلاحظوا هذول بعض الناس اذا يسمعون الامام علي يحيي الموتى يقول هذه غلو، هاي مغالاة. شوف الان بقرة بني اسرائيل، لان الاصل من الله، الاصل من الله. فقام الشهيد، قام هذا القتيل بين الناس قال هذا الذي قتلني، امسكوه مسكوه. بعد ذلك التفت الى موسى قال يا نبي الله الان انت احييتني بهالبقرة هاي، ها، فانا اقسم عليك بالله خليني اكون مع اصحابك، لا ترجعني مرة ثانية الموت، اريد اعيش كم فترة واشوف دربي فيها. قال لك هذا، تعال يلا معانا امشي. وضع يده على منحره، التأم كأنه ما صاير في شيء نهائيا، ما صاير شيء. اخذ الفلوس رجع. شوف
موسى صار يلقي خطاب ذاك اليوم يقول لهم هذا الشاب كان مغمورا لا يعرفه أحد، فأظهر الله هذا الشاب وعظمة هذا الشاب وفضيلة هذا الشاب لأنه كان بارا بأبيه، لأنه وقف ترك التجارة من أجل نومة والده وأبوه، ما سمح أنه يترك، لا تركه نائما والتجارة كلها تركها. والله سبحانه وتعالى عوض وأكثر من هذا، جعل ذكره في القرآن وهو مع الأنبياء، لأن بقرته موجود فيها سورة في القرآن باسم بقرة هذا الشاب، اسمها سورة البقرة. شوف الإيمان كيف، والتربية وبر الوالدين وين يصل إلى أي مستوى. أما بر الأم فهذا لا تحكي فيه. يعني إذا الله مقدر عندك والدة موجودة حقيقة تكون تراب تحت رجليه. التفت العبارة شو أقول لك فيها؟ يعني احنا ما نتعلم من الغرب والكذا شنو أخلاقهم، الولد كيف لا احنا عندنا تراث، عندنا دين، مدرسة، تربية، قيم، مبادئ عندنا. شلون انت اذا تقبل يد امك، اذا تقبل ايدها، اذا تقبل رجلها، اذا تقبل وجهها، شلون رب العالمين يقبل عليك؟ اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا، اجزهما بالإحسان إحسانا وبالسيئات غفرانا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا، ذكرنا وأنثانا، صغيرنا وكبيرنا، حرنا ومملوكنا. كذب العادلون بالله وضلوا ضلالا بعيدا وخسروا خسرانا مبينا. اللهم صل على محمد وآله